السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي عبد الرحمن محمد عبدين، مصري الجنسية. كنت عايش في الكويت من 23/6/2019. كنت شغال في شركة من الشركات الكبيرة في الكويت. وضعي كان تمام، معاشي كان تمام الحمد لله. كنت لسه جايب سيارة جديدة، أموري كانت مستقرة بنسبة كبيرة. في يوم 12/10/2022 كنت خلصت الدوام بتاعي الساعة 11 بالليل. كنت رايح مشوار، وانا في طريقي في الطريق لقيت كمين، وقفت في الكمين. الضابط طلب مني الدفتر والليسن، اعطيته الدفتر والليسن. بعدين قال لي اصفت على جنب. ركنت على جنب، بعديها بحوالي 8 سيارات نزلت. الضابط جالي، طلع لي في جيبك، طلعت له في جيبي. فتشني ما لقاش اي شيء. فانا عندي تركيبة هنا في بقي مفكوكة، حوالي 4 أسنان. المهم هو كان فاكرني ان انا ببلع مخدرات، وكان حتى معايا علكة. فهو فاكرني ان انا ببلع مخدرات. فانا قلت له دي اسناني لسه بطلعها له. لقيته حط ايده على وشي وقعني على الارض وقعد يضرب. لقيت 6 عساكر جايين عمالين بيضربوني، اللي يضرب في وشي، اللي يضرب في كتفي، اللي يضرب في بطني، اللي يضرب في صدري، اللي يضرب في كل الاماكن في جسمي. حتى يعني في اثار للضرب عندي في جسمي لغايه دلوقتي. المهم جيت، ركبوني الدورية بتاعت الشرطة. الدورية بتاعت الشرطة كانت ورا خالص، بعيد عن سيارتي بكتير. فضلت قاعد في الدورية عمال أنا أفهمهم وأقول لهم يا جماعة أنا ما عملتش أي حاجة عشان تحطوني في الدورية، ولا عملت أي شيء غلط، ولا كان معايا حاجة. وحتى قمت مطلع لهم التركيبة بتاعت أسناني، والتركيبة هي ما فيش حد راضي يسمع. لقيتهم جايب ورق لف تبغ من السيارة، بيقول لي الورق ده كان بالسيارة ومش بالسيارة. قلت له الورق ده مش بتاعي. اول شيء انا مبطل سجاير بقالي سنه ونص. تاني شيء انا لسه كنت مسوي تحليل مخدرات قبلها بكام يوم. تالت شيء قلت له لو انت عايز تعمل تحليل مخدرات ما فيش مشكله، انا ما عنديش اي مانع ان انت تعمل تحليل مخدرات. طبعا ما فيش حد راضي يسمع ولا يتكلم معايا. خدوني ودوني على مخفر سعد العبد الله. قعدت 13 يوم. آه، بعد تالت يوم او رابع يوم من وصولي المخفر، طبعا انا قعدت اول فتره دي مش قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر اعمل اي حاجه من كتر المكان اللي انا فيه. واول مره اساسا يحصل لي حاجه زي كده، واول مره اخش مخفر في حياتي. لقيته تعبت، جالي ضيق في التنفس وجالي هبوط. ودوني على المستشفى، جابوا لي الاسعاف ودوني على المستشفى. ركبوا لي اكسجين في المستشفى، وركبوا لي محاليل اللي هي فيتامينات والكلام ده عشان تعوض ايه اللي انا ما اكلتش والكلام ده. بس حتى ما حدش سوالي اي تحاليل ولا اي اشاعات ولا اي شيء. بس هو الدكتور قال له في ايه، قال له ده ما بياكلش بقاله 3 4 ايام وكذا كذا. فبناء عليه ركبوا لي المحاليل، وقعدت حوالي 5 ساعات لغايه ما المحاليل خلصت. وقمت رايح على المخفر تاني. تاني يوم او بعدها بكام ساعه جات لي نفس الحاله، رديت على المخفر تاني. عملوا لي رسم قلب، الحمد لله لقوا رسم القلب تمام. بس كان عندي نفس الحالة دي في التنفس والكلام ده. فقال لهم ده لازم ايه يقعد تحت الملاحظة والكلام ده. فطبعا ايه العسكري اللي معايا رفض ان انا اقعد في المستشفى. وقام طبعا شاتمني وقال لي قوم يا ابن كذا، ولو ما قمتش معايا هسوي وهعمل فيك في المخفر. قام زائقني وقام ايه مسكني كده وقعد يزقني. فقمت رايح مع المخفر. رجعت المخفر تاني. طبعا ايه كملت 13 يوم في المخفر. طبعا انا في خلال ال 13 يوم يوميا اي حد بيقابلني بقول له يا جماعه انا عايز اعمل تحليل مخدرات. يعني انتوا بتتهموني بشيء، بتتهموني سواء ان انا متعاطي، سواء ان انا بالع زي ما انتوا بتقولوا، مخدرات زي ما انتوا بتقولوا. خلوني ان انا اعمل تحليل مخدرات. والله لو لقيتوا الكلام ده احبسوني واسجنوني وودوني السجن، ما تودينيش مخفر بس، او اعمل لي قضيه واعمل اللي انت عايزه. طبعا رافضين. طب حققوا معايا ودوني نيابة ودوني تحقيقات، برضو رافضين. قعدت 13 يوم في المخفر، يعني من أسوأ فترة في حياتي. ربنا يعني يا رب ما يكتبها على أي حد خالص. بعد كده ودوني على الإبعاد على طول. الإبعاد دي زي مدرسة مهجورة كده، مكان بيحطوا فيه الأشخاص اللي مبعدين، بيقعدوا فيه الفترة، وبعد كده لغاية ما ورقهم بيخلص وبيودوهم بيسفرهم كل واحد بلده. رحت الإبعاد، قعدت حوالي 4 أيام. بعد كده سافرت على مصر. أه
طبعا يعني انا عملت ايه؟ هل انا سويت اي شيء غلط؟ هل انا انت لقيت معايا حاجة غلط؟ طب انت لو لقيت معايا حاجة غلط ليه ما حاكمتنيش؟ طب انت لو لقيت معايا حاجة غلط فين الحاجة دي اساسا؟ ليه ما حققتش معايا؟ ليه ما وديتنيش مكافحة مخدرات؟ طبعا انا لما خرجت فهمت ايه ان الواحد ايه لازم لما بيتقفش اساسا باي حاجة من المخدرات اللي هم بيقولوا عليها دي بيودوه مكافحة المخدرات وبيعملوا له تحاليل. طب انت ليه ما وديتنيش مكافحة مخدرات؟ ليه ما حللتليش؟ ليه ما عرضتنيش على نيابة؟ ليه ما عرضتنيش على محقق؟ دمرت حياتي، دمرت مستقبلي على ايه؟ انا عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه خالص، بالعكس انا كنت ماشي جنب الحيط هناك. واي حد يعرفني وعارف عبد الرحمن شخصيا يعرف ان انا ماليش في اي حاجه. الواحد بالعكس ماشي جنب الحيط متقي ربنا. بيشوف شغله من الشغل للبيت، والحمد لله كنت بروح الجيم اخر فتره واموري تمام التمام. انتوا دمرتوا مستقبل، دمرتوا حياتي. انا رجعت مصر باللبس اللي انا لابسه، بالطقم اللي انا لابسه. ليه؟ عملت ايه؟ سويت ايه؟ ولا كان معايا مخدرات ولا كنت بتعاطى مخدرات. سويت ايه؟ ولا اي شيء. خسرت كل حياتي بعد ما كانت حياتي ابتدت تتظبط واموري تبقى تمام. انا بعبد ربنا على اللي انا فيه، بس اتظلمت. اتظلمت والله كتير، من غير ما اعمل اي حاجه. ما ادتنيش فرصه حتى ان انا ادافع عن نفسي ولا اجيب محامي ولا ادافع عن نفسي. انا بس بطلب يعني منكم ان انا يعني الفيديو ده بتاعي يوصل لاكبر عدد، يوصل لرئيس بلدي، رئيس جمهورية مصر العربية، يحاول يجيب لي حقي. انا اتبهدلت واتضربت واتهنت وانا ما عملتش اي حاجة والله.